السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ اهلا. النهارده هنعمل ان شاء الله مع بعض طريقة تفريز ورق العنب. هوريكم ازاي نفرزه من السنة للسنة ويفضل زي ما هو محتفظ بجودته، ما تكسرش معاكي. هتعجبك الطريقة ان شاء الله. قبل ما نبدأ اعملي لايك للفيديو واشتراك في القناة وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل وصفة جديدة ان شاء الله هعملها. يلا نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونشوف الطريقة. انا هنا يا جماعة معايا ورق العنب اهو. انا هوريكم ازاي هنخزنه، هيقعد معانا في التلاجة ونستخدمه يفضل زي ما هو، ولا هيتكسر معانا ولا هيتغير طعمه. هيتخزن في اي وقت هتطلعيه وهتعمليه، وانا مجرباه مضمون جدا وافضل طريقة انا وصلت لها. هوريكم احنا هنعمل فيه ايه دلوقتي. انا هنا هجيب كيس بلاستيك عادي خالص بتاع التلاجة اللي بنخزن فيه الاكل في التلاجة اهو. هاخد ورق العنب كده بلفته بكل حاجة كده، يقعد معاكي من السنة للسنة. هتحطي طبعا على قد الكمية اللي انت هتستخدميها، بس هنفرده بس عشان خاطر ايه، هو برضو ما يتجمد ما يتكسرش معانا، ولا هنشطفه ولا هنشطف ورق العنب ولا هنغسله ولا اي حاجه. انا هوريكم هنعمل ايه بعد ما يطلع معانا من الفريزر، هنغسله ازاي وهنسلقه ازاي وكل حاجه هنعمله كمان مع بعض اهو كده. هقفل كويس بس الكيس، هفضي منه الهواء اهو. تبقي قليل جدا عند الفلاحين، والكيلو دلوقتي غالي يعني مش رخيص. لكن انت المفروض ايه يعني، اللي انا مخزناه اللي وريته لكم دوت كنت مخزناه الكيلو كان ب20 جنيه، لكن دلوقتي الكيلو جايباه ب45 جنيه. انت بقى لو حابه تشيلي نص كيلو ولا حاجه مش هتفرق طبعا، هيبقى احسن طبعا من اللي احنا بنجيبه ايه اللي هو الاكياس الجاهزه، بيبقى قليل جدا وغالي طبعا. برضو عاملاه على القناه او شوفوه الكياس اللي هي الجاهزه ديت بتاعت ورق العنب بطريقه حلوه جدا وهتعجبكم. ده طبعا اضمن، مبيبقاش فيه طعم الماده الحافظه، بيبقى طعمه حلو وبرضو تحسي ان كانك لسه ايه اخضر، كانك لسه جايباه وسلقاه وعاملاه بالطريقه اللي انا وريتها لكم دي. افضل طريقه لغايه دلوقتي انا مجرباها. اما سلقته اتكسر في الفريزر، خرجته لقيته متكسر طبعا لانه اتسلق. لو غسلتيه برضو. وفي طريقه تاني بيعملوها اللي هي في الازازه، طعمه بيبقى مش حلو جدا، غالبا كانه طعمه بايظ. فديت اما سلقناه يبقى شكله عامل ازاي كده اهو. بصوا عايزه اوريكم ولا اتكسر اهو زي ما هو. طبعا حتى لو سلقتيه وشلتيه هيتكسر معاكي في الفريزر، ولو غسلتيه الميه ممكن تبوظه معانا من التلج اللي هيبقى فيه. فاحنا افضل حاجه ان احنا هنشيله كده من غير ولا سلق ولا حتى نغسله. هنغسله بقى دلوقتي بشويه ميه. بصوا انا اوريكم ان هو ما اتكسرش معايا وسليم زي ما هو دوت. بقاله دلوقتي اهو، بصوا ده بقاله دلوقتي حوالي يمكن 4 شهور او 3 شهور اهو. جبته من بدري وشلته. بصوا يا جماعه كانه لسه ايه اخضر كده كده. هنسلقه هيديني اللون ده اهو. هوريكم بقى احنا هنعمل ايه، هنغسله ازاي. معايا ميه اهو، طبعا انا هغسله في ميه جاريه بس انا هوريهولكم كده. بصوا انا هنقعه كده اهو كده. هنقعه طبعا الورق في ميه اكتر من كده، انا بوريكم بس شويه صغيره اهو لان انا هستخدم التاني ودوت اهو زي ما هو. بصوا
هنسلقه بقى، هنغسله بس كويس جدا، بس زي ما انتوا شايفين يكون ايه الميه جاريه فيه ويتغسل كويس جدا. وبعد كده هنسلقه عادي خالص. الغصن بتاعه ده مش عارفه اسمه ايه كده، هنشيله واحنا بنحشي على طول اهو على طول. يعني مش لازم ان انت تشيليه، عايزه تشيليه براحتك، لكن لما بيتسلق بيبقى سهل معاكي وبتشيليه على طول. احنا هنسلق الورق العنب دلوقتي. هنحط رشة ملح كده، بصوا لونه اخضر كأنك لسه شارياه دلوقتي. بصوا بقى سلقة بسيطة خالص عشان ما يتهريش منك. طبعا هو كان في التلاجة، فالتلج ده طبعا بيسويه بيخليه يستوي، جزء منه كبير يستوي. شيله بقى كده وهعمل الباقي. حطه في مصفى وهسيبه. عايزه اوريكم الورق معايا اهو، اهو ولا اتكسر ولا اتهرى مني، ودوت شكله. جربوا طريقتي وان شاء الله هتعجبكم جدا. لو عجبتكم بقى الوصفة اعملوا لايك للوصفة واشتركوا في القناة وفعلي زر الجرس عشان اي وصفة جديدة توصلك. وشكرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.